ما تستغربش من الكلام اللي هتسمعه، لأنه للأسف حقيقة وهيقابلك في الحياة وهتقدر تتأكد منه. العجيب والغريب إن الإنسان المؤمن الملتزم واللي بيأدي الفروض اللي عليه من صلاة وصيام وزكاة وصدقة دايما خايف من اللي جاي، سواء في حياته أو بعد ما تنتهي رحلة الحياة. دايما عنده قلق وخوف من إنه يكون مقصر أو إنه يكون عنده ذنوب هيتحاسب عليها. أما الشخص اللي مكبر دماغه وأبسط الفروض من صلاة وصيام ما بيعملهاش، تلاقيه عايش ومطمن ولا كأن في نهاية لرحلته. معرفش بصراحة إيه اللي مطمنه ومخليه مكبر دماغه. اللي بيعمل اللي عليه بقوله اطمن، انت في أمان الله بفضله عليك في إنه يسرك لطاعته. واللي مكبر دماغه هنقوله لو فكرت لحظة في مصيرك أكيد هتقوم تصلي وتدعي ربنا يسامحك على اللي بتعمله في نفسك.